حرفيا موجود في مدينه تحت الارض. احنا قلنا ان احنا هنعمل رحله كده في تركيا نلف لنا حوالي مثلا نص البلد كلها مثلا في 5 ايام او حاجه بالشكل ده. فاحنا دلوقتي اتحركنا منين بقى؟ اتحركنا من مدينه اسمها نيدر ورايحين في طريقنا على كابادوكيا. وفي طريقك بقى لكابادوكيا هتلاقي في مدينه اسمها نفشهير. عايز اقول لك جنبها في مدينه قديمه اسمها كايماكلة، محطوطه اصلا من ضمن يعني اليونسكو حاططها من ضمن القايمه. كانت معموله في العصور القديمه، الهدف منها ان هي تكون ملاجئ في وقت الحروب او كده، وفيها كل حاجه، هتلاقي فيها كل حاجه تحت. وبعدين ايه بقى؟ جه العهد البيزنطي والعهد المسيحي الاول. انا عايز اقول لكم الدوشه اللي حواليا هم اللي طوروا بقى منها اكتر واكتر واكتر. خلينا ندخل ونشوف لان احنا واقفين اصلا في طابور. حواليكم المنظر عامل ازاي. بصوا احنا في نفق تحت الارض اصلا. عندنا راي في الفيديو. بصوا اللي بيلمع ده، انت قلت ايه؟ الفوسفات. نبدا ندخل بقى المدينه تحت. واو واو، اهل الكهف. بصوا المنظر، واو بجد بجد واو. في راي بيقولوا احنا كاننا داخلين بيوت النمل، دي حقيقه. بص ده الصالون، ده مش معقول. او لا ده ايه ده؟ الليفينج روم. اوكي صالون. انا هيجي لي ارتجاج دلوقتي. هنا بصوا المقابر كانوا بيدفنوا الناس هنا. يعني مثلا يبقى ورايا المكان اللي بيقعدوا فيه الصالون والحاجات دي كلها وجنبهم المقبره. بصوا هنا كنيسه. انتوا متخيلين الكنيسه جنبها المقبره، جنبها المكان اللي هم بيقعدوا فيه عشان ياكلوا ويشربوا. انا مش عارف حد ممكن يعدي من هنا ازاي. خلينا نطلع فوق تاني. لسه مكملين يا جماعه. يعني مش عارف لو حد عنده فوبيا اصلا من الاماكن الضيقه ولا الاماكن مش عارف كذا، ده ممكن يقعد يصوت في نص البتاع. بس احنا اقول لكم بصوا والله العظيم انا ماشي ازاي. وده المكان بقى يقعدوا يشربوا فيه اهو. رفعنا راسنا تاني. ده بيقفل او يفتح هنا. انك تعيش فوق الارض نعمه لوحدها والله.